السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده انا عزيزي جايب لك حلقه، وهي بالطبع بقى ايه ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده انا عزيزي حلقه طرش من الاخر. عن قبل ما ابدا الفيديو على خيرة الله عايزك لا تنسى بقى ولا نسيت اللايك الشارخ الفاح الساح النايح، ولو جديد انزل اشترك في القناه واعمل الجرس على الكل. يلا بينا نبدا الفيديو على خيرة الله السلام عليكم وزيع. اخواتي، عاملين النهارده؟ رب دايما تكونوا بخير. طبعا جايب لكم بعد غياب فترة قصيرة على اليوتيوب. احنا دينا تقريبا 5 أو 6 أيام ما نزلناش حاجة على اليوتيوب، او ممكن اكتر، انا ما شفتش بصراحة. تمام، بس النهارده جايب لكم بأفجر طريقة حظر ارقام في المجال، بدون طبعا عكس وبدون يعني بص، حاجة كده جديدة. تمام، فكل اللي عليك تركز بس في الفيديو وبالله عليك ما تنساش بقى تشترك في القناة، تعمل لايك للفيديو، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام، أهم حاجة زر الجرس ده علشان أول ما أنزل فيديو في أي وقت يوصلك إشعار بقلب أخوك. تمام، في حاجة بقى، وبالنسبة للناس، في ناس كتير بتجيلي في الكومنتات بتقول لي الباسورد اللي أنت بتقوله في الفيديوهات. يا جدعان أنا بقول الباسورد، يعني الفيديو اللي فات أنا كتبته على الشاشة كده، المرة دي أقوله بصوتي. تمام، بقول الباسورد أو الرقم السري أو كلمة المرور بقولها بصوتي. تمام، الناس اللي مش مصرية، عشان بالذات هما اللي بيجيبوا لي الضغط والشلل في الفيديوهات. تمام، فبالله عليكم ركزوا في الشرح. تمام، واحدة واحدة وافهمكم كل حاجة. كده كده الطريقة مش مستاهلة، يعني أنا هفهمك هي معلومية فيديو بالكتير يكون 5 دقايق. تمام، وهسيبك تعيش اللحظة بعدين براحتك. تمام، جاهزين؟ هطولة، يلا اخواتي نبدأ. قبل ما نبدأ الشرح دي طريقة واحد اسمه مافيا. تمام، علشان بس مش هقول لكم انا اللي جايبها وانا اللي مخترع وانا اللي عامل. تمام، ويا ريت اصلا اي حد يطلع ياخد نسخة او برنامج او اي حاجة من عند اي حد، مش لازم انك تكذب وتقول الحاجة دي بتاعتك. فهي يعني لما تقول الحاجة دي إن الحاجة دي بتاعت فلان، فده انا مش شايفين ان الحاجة دي عيب اصلا. تمام يا اخواتي، ما علينا. يلا بينا نبدأ بص يا الشرح. البخوك، طريقة الحظر دي مختلفة عن أي طريقة. تمام، نزلت هي هتكون عبارة عن صورة أو ملصق، وهي طبعا يعتبر مشهورة اليومين دول. تمام، فأنت هتلاقيني سايب لك الصورة أو الملصق ده في قناة التيري بتاعتي. تمام، هتنزله وهتعمل اللي أنا بقولك عليه بالخطوة. تمام يا البخوك، أول حاجة أنت طبعا هتيجي على هتقنع مثلا، يعتبر هتقنع الضحية انت ان يبعت لك الملصق ده او الصورة دي بأي طريقة. تمام، احنا طبعا دلوقتي هنيجي على الواتساب ده، في رقم طبعا دلوقتي انا حاطه في النسخة دي. تمام، سماح. فانا هستنى اعمل كده اهو. بص، ده الرقم بتاعي. تمام، فانا المفروض ان انا اعتبر الضحيه. تمام، انا دلوقتي قلت للضحيه ابعت لي الصوره دي، قصها لي وابعتها لي. تمام، انا طبعا وليكن هقنعه باي حاجه، هجيب الصوره كده اهو. طبعا الصوره مش هظهرها او الملصق مش هظهره في الفيديو. تمام، هو هيكون صوره او ملصق، انا هعمله لكم كده كده ملصق. تمام، انت هتيجي هتبعتها للضحيه كده، الضحية قصدي هيبعتها لك. معلش أنا بشرح الشرح ده وأنا مدروخ أصلا. تمام، هنيجي على النسخة بتاعتنا. تمام كده، هتلاقيه بعت لك الصورة بالشكل ده. تمام، أنت طبعا هتعمل إيه؟ ثواني، هي الصورة اهي هو بعتها لي. تمام، يعتبر ده الضحية بعت لي الصورة. هتيجي على الصورة كده، وهتيجي عامل بالظبط هنا 10 بلاغات على الصورة. تمام، هتعمل 10 بلاغات بالشكل ده وكده. تمام كده اهو، دي كده 3، كده 4، كده 5، كده 6 كده 7. طبعا انت شفت الرقم كان شغال. تمام، كده 8، كده 9، كده 10.
كده احنا عملنا 10 بلاغات هنا، تمام. هنيجي بقى على الرقم من جوه، تمام. هنيجي على الرقم من جوه، تمام. هنعمل كده بقى ايه، 1 2 3 4 5. انا دلوقتي عملت 10 ابلاغات من جوه و5 من بره من هنا، تمام. الرقم لو مطرش معاك فانت هتزود. طبعا احنا طبعا عشان نشوف الرقم طار ولا مطرش هنيجي على النسخة دي، تمام. هنعمل كده اهو، تمام. وهحط الرقم كده، نكتب رمز الدولة 213، تمام. وهتدوس التاني، هتلاقي الرقم هيطير معاك في ثواني، او الرقم بلع كده كده، تمام. هتيجي هنا هنيجي على النسخة كده، هتلاقي الرقم بلع اصلا في ثواني، هتلاقي الرقم بلع اهو. فمفيش اسهل من كده، الرقم يعتبر بلع في ثانية، في ثانية بلع. فانت قلب اخوك ما تنساش بقى تقدرني، وفي باسورد للصورة دي او الملصق ده. الباسورد مكون من 4 أرقام، أول جزء من الباسورد 10، تمام. أول جزء 10، أديك شفت الرقم بلع قدام عينيك أهو. الرقم بلع، الرقم كان شغال وبلع في ثانية 15 إبلاغ بس. وأنت كمان لو عملت 5 إبلاغات من جوه وخمس أو 3 أو 4 إبلاغات من بره هيطير معاك الرقم عادي، تمام. بس المهم إن أنت تقنع الضحية إن هو يبعتلك إن هو يبعتلك الصورة أو النسخ ده بقى طريقة. بس كده، هي ده كان شرح النهاردة، ودي كان فيديو النهاردة. اشوفكم الفيديو الجاي، هتولى السلام. من هنا يا لا عزيزي اوصل لنهاية الحلقة. عايزك لا تنسى اللايك الشارخ الفاح الساحي النايح، ولو انت لسه جديد كده تنزل تشترك في القناة وتعمل الجرس على الكل كده، لايكات تروق علينا الصفحة. اشكركم شعبي العظيم، اشكركم سلام.